قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وفجأة ضرب النار اشتغل في كل مكان وعربيات كتيرة حوطته. هنعمل ايه؟ لا والنبي انا مش عايزة اموت. تميم تعالى مكان وعد، ارجعي يا وعد ورا يلا بسرعة. وعد قامت بسرعة وبدلت هي وتميم، وبعدين تليفون ادم رن. الو، انت فاكر ان انا مش هعرف انك عايز ايه يا جاي؟ وعد، الموت اهون. طيب استعد. وبعدين لقوا عربيات كتيرة بتضرب نار على العربيات جاي. ادم اطلع بسرعة. ادم ساب بسرعة وخرج من ضرب النار، وبعدين وقف العربية. هو ايه ده؟ اوعي تقولي انك جربتي الحاجات دي. للأسف جربت. ادم نزل من العربية ووعد راحت وراه. نعم يا وعد، حصل ايه؟ كل اللي حصل ده بسبب فضولي. وانا عملت ايه؟ كشفوا سري وعرفوا ان انا عايز، وكل ده بسببك يا وعد. تخيلي بقى ايه اللي هيحصل. طول ما احنا مع بعض ان شاء الله مش هيحصل حاجة. وعد روح العربية. لا مش هسيب. وعد انا مش عايزك في حياتي تاني. ادم اللي انت بتقوله ده مش عايزك في حياتي تاني، فاهمة؟ ادم انت فعلا عمرك ما حبيتني ولا هتحبني. وركبت العربية وادم ركب وراها ووصلهم على المكان اللي هم رايحين. ريان فين اخوات؟ جايين يا ماما ما تخافيش. طيب ندخل في الموضوع. طبعا اتفضلوا. احنا طالبين ايد الانسة مرام لابننا حمزة، بس في حاجة لازم تعرفوها. انا موافق يا طنط وعارف. مرام حكت لي على كل حاجة. خلاص هنفكر ونرد عليكم. تفكروا ايه بس؟ انا عايزة البس شبكة بكرة. طيب نسألها عن رأيها. موافقة بس لو مصرين ما عنديش مانع. مرام نعم انتي موافقة صح؟ ها مش المفروض نفكر؟ ده كان زمان يا ماما. ابنك اتجنن يا سعاد. هو الحب وسنين الحب. انتي موافقة؟ بس كده يلا نقرأ الفاتحة. حمزة أول واحد قرأ الفاتحة وخلصها، والكل بصت عليه باستغراب. ما قرأتوش الفاتحة ليه؟ يلا نقرأها تاني. الكل قرأ الفاتحة وهو بيضحك على حمزة، وبعدين الباب خبط. وعد حضنتها هي ونور وده. ايه الأخبار؟ تمام. طيب مش هناكل بقى؟ هو الواد ده هيفضل فضحنا في كل حتة كده؟ كنت شوفيه قبل ما تيجي. مجنون ما سابش البنت تفكر حد. بجد احنا اتشرفنا اننا هنناسبكم. احنا اللي اتشرفنا اكتر. طيب نستأذن بقى. لا خلينا شوية. يلا قوم. اوف ماشي هقوم اهو. باي يا روحي. باي حمزة. والكل رجع على البيت. في أوضة وعد اكيد هو ليه ظروف. لا تصدقي عندك حق. انا اللي بني ادمة ظلم. شوية يقولي بحبك وشوية يقولي بكرهك وشوية يقولي عايزك وشوية يقولي مش عايز. ممكن يكون خايف عليك. لا يا نور مش خايف عليا ولا عمره هيخاف عليا. يا بنتي اهدي واتكلمي معاه. لا انا عمري في حياتي ما هتكلم معاه تاني. اللي انت عملته ده غلط يا ايد. هي السبب في كل حاجة انا مش عايزها. هي اللي خلت انتقامي في الهوا. كل اللي فارق معاكي الانتقام. انا مش بشتغل في المافيا من فراغ. انا بشتغل علشان انتقم لامي يا عز، وبسبب عم وعد هي في غيبوبة بقالها سنين. يعني انت مش بتحب وعد؟ لا معرفش. هو ايه اللي مش عارف؟ هي البنت ايه ذنبها ان عمها واحد زبال؟ صوتك ما يعلاش يا عز. وانا اللي افتكرتك اتغيرت ونقلت لها كل حاجة باسمها واعترفت لها بحبك وعيشتها معاك الاحلام. ده كله خدعة يا ادم. مش عارف. انت شخص زبال وهتفضل طول عمرك زبالة. تمام واللي عايز يمشي يتفضل. مش مستني حاجة منكم. يا ريت تمشوا النهاردة علشان نادين جايالي. مش هتتغير ابدا يا اد. هتندم يا اد. تميم وعز مشي ونادين جت لقيت. لحقت وحشك بسرعة كده؟ طبعا. وتاني يوم الصبح وعد صحيت ومسكت تليفونها ولقت صور كتيرة لآدم ونادين. وعد قعدت تعيط كتير ونور صاحي. مالك يا وعد بتعيطي ليه على الصبح؟ يا بنتي رد. نور خدت بالها ان وعد ماسكة في تليفونها وخدته منها وشافت الصور. وعد ما تصدقيش ممكن تكون بتضحك عليك والصور متركبة. صح يا نور؟ ده آدم يا نور وانا واثقة. ممكن صور قديمة يا وعد. نور انت ليه بتبرريله؟ امال هي بتعمل ايه عنده دلوقتي؟ لو كلامها صح يبقى كل حاجة انتهت. وعد قامت لبست هدومها بسرعة وخرج. مايا انا عايزة اقولك على حاجة. نعم. عندك فستان شيك ومحترم؟ تمام البسي بقى بكرة عشان انا والعيلة جايين بكرة عندكم. نعم. يلا بقى غوري على شغل. ولا انت اتجننت؟ ازاي يعني جايين بكرة؟ اللي حصل بقى. وخطوبتنا كمان هتبقى مع حمزة. يلا على الشغل. لا مش موافقة. عايزة اسمع الكلمة دي تاني ووالله العظيم هخطفك ومش هيهمني حد. مش هتقدر ومش موافقة عليك وهرفضك قدام.
وسابته ومشيت بسرعة وراحت كملت شغلها. سيلين، نعم، عايزة احكيلك على حاجة. تمام، انا حبيت. مش عايزة تعرفي هي مين؟ هو انت اللي هتتجوزها ولا انا؟ وانت اللي هتحبها ولا انا؟ وسابته ومشيت من غير ما تسمع. وربنا لو اوريكي بعد الجواز يا سيلين. الو، اخيرا ردتي، كنت هموت والله. معلش كان عندنا حاجات كتير. اخبارك ايه؟ دلوقتي بقيت كويس. ايه رد؟ يعني هو انت متأكد انك بتحبني؟ طبعا. تمام، انا هديك فرصة وانا ما عنديش مانع. يلا باي. باي يا روح. طنط سعاد، في ايه؟ الله، علميني الطبخ شوية بما اني قاعدة كده لا شغلة ولا مشغلة. تعالي يا علي. وانا كمان يا ماما. من امتى يا ست نور؟ عشان لما اتجوز يعني. امال فين الشغل وفين الاكل الجاهز؟ وجوزك هو اللي هيطبخ فين كل ده؟ الشغل مش شغال. يلا علميني. ولا انتي عايزاه يطلقني من اول اسبوع يعني؟ هو مين ده؟ ها؟ اللي هتجوزه يا ماما. وهو مين بقى؟ محدش يا ماما، محدش. طيب يا نور، تعالوا اعلمكم اما اشوف اخرتها معاكي ايه. ناصر ما تعرفش حاجة عن اخوك؟ لا والله يا ماما، انا حاسة ان هو بيعمل نصيب. هفضل الم وراه حتى بعد ما وصل للسن ده. معلش يا انا هحاول اعرف هو بيعمل ايه. تمام يا حبيبي. تعرف يا ادم انك جميل قوي؟ عارف. بحب غرورك ده. طلقني يا ادم. انت مجنونة؟ ايه اللي جابك هنا؟ لا تصدق فعلا انت تعمل كل حاجة غلط وتجرحني، ولما اقولك طلقني ترفض. مش انت مش عايزني؟ سيبني بقى للي هيقدر. وعد لسه هتمشي ادم شدها ناحيتي. انت ليا انا وبس يا وعد، فاهمة؟ انت بني ادم مش طبيعي، وانا عمري في حياتي ما هفكر فيك تاني. ما تخلينيش اعمل حاجة هتندمي عليها يا وعد. انا الحاجة الوحيدة اللي ندمانة عليها اني حبيت، بس على قد ما حبيتك يا ادم على قد ما هكرهك. ده وعد مني، خليك فاكر. اوف، مش ناويين تخلصوا؟ مليه. يلا روح لست الحسن والجمال العفيفة الطاهرة. يلا سيبني انا بقى وروح للي شبه نديم بره. نعم بره بقولي. بتطردني انا علشان دي؟ يلا غوري من وشي. لا خليكي مكاني، انتوا الاتنين زي بعض، وانا همشي علشان مش هحط نفسي في مستنقع زبالة، وهنقذ نفسي قبل ما اخسر اللي باقي من كرامتي. انا همشي بس هتندم يا ادم. نديم مشيت ووعد بعدت عن ادم. ما عنديش مانع اطلق. كويس، بس بشرط. قول يا ادم. حق الشرع الاول عايزه. انت اتجننت؟ ده شرطي وانتي براحتك بقى، لا تفضلي مراتي لا تتطلق، بس بعد ما اخد حق. وعد سابته وجاري، وادم لحقها قبل ما تخرج من الشقة. سيبني يا ادم، الله سيبني. ما اخترتيش، اختاري الاول. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.